النظام. نعم، خلينا ننتقل إلى المعتصمة عواطف نعمة من مجلس النواب. أهلا وسهلا بك ست عواطف. أهلا وسهلا. هذا اليوم أنتم معتصمين في مجلس النواب العراقي، نريد نتحدث عن الاعتصام، يعني راح يستمر، شنو لا نهاية، شنو يعني اللي يحدث اليوم في مجلس النواب؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. تحية لك ست هيفاء وإلى مشاهدين قناة الرشيد المحترمين. بالتأكيد احنا مستمرين، يعني راح يكمل علينا أسبوع كامل على الاعتصام، وكانت في لدينا جلسة سابقة تمت إقالة رئيس مجلس النواب سليم الجبوري، وكان عددنا 180 نائب عند الإقالة. أما ست عواطف، يعني ست عواطف، يمكن أنت مو كنتي ويانا من بداية الحلقة، لكن تحدثت السيدة نجيبة نجيب وأيضا السيد علي الجوراني وقال إنه النصاب لم يكتمل 131، يعني النصاب غير كامل، وهذا لا ينطي شرعية يعني لإقالة يعني مجلس الرئاسة، وأيضا لا يعطي شرعية للجلسة. هذا كلام الجهة المقابلة التي معترضة على الإقالة، ومن حقهم أن يعترضون، وأنا أسألهم أمام الإعلام وأمام كل القنوات الإعلامية موجودة وتسجل الجلسات من أول تشكيل المجلس ولحد الآن. أسأل ست نجيبة وأسأل الأستاذ علي الجوراني إيش قد حضور مجلس النواب، إحنا من أول بداية تشكيل المجلس ولحد الآن. نعم. كم إيش قد كان عدد الحاضرين؟ ما يتجاوز، بس خلنا نكمل مهم القانون. ما يتجاوز حضور النواب 260 نائب، وين 328 نائب؟ احنا 171 صوتنا، واذا كانوا يشككون عليهم اللجوء الى المحكمة الاتحادية. صوتنا، ومقرر مجلس النواب العراقي النائب نيازي هو مقرر مجلس النواب، وبإمكانهم أن يلجؤون إلى المحكمة الاتحادية، وشهادة مقرر المجلس والتصوير الكاميرات موجودة. نحن صوتنا على إقالة رئيس مجلس النواب العراقي. أما إذا كانت لديهم شكوك، يعني هم يحافظون على مكاسبهم اليوم، هم يردون الإصلاح والتغيير الشامل، ليش هاي الشكوك؟ خلي يجون ويا المعتصمين، واحنا نواب ما مطالبين بشيء، طالبين اصلاح وتغيير شامل للرئاسات الثلاثه. انتم ليش خايفين؟ ما هذا التخوف من لدى النواب والكتل السياسيه اليوم؟ كل الكتل السياسيه اللي ما اشتركت لم تشترك بالاعتصام، ليش هذا الخوف من التغيير؟ عواطف، ليش يعني هاي كلها حفاظ على مكاسبكم ومصالحكم السياسيه؟ خلي السيده نجيبه نجيب يعني تريد تتحدث كلام مهم جدا، يعني كلها على مود تحافظون على مكاسبكم السياسيه يعني في الدوله، يعني شلون نرد على هذا الموضوع وتقول النصاب كامل وموجود مقرر الجلسه ويتحدث انه النصاب كامل؟ لا، هي مو مساله اني هو اسالها السؤال هل انها لأنهم لماذا لم يتمكنوا في المرة الثانية أو في يوم السبت من عقد جلسة، وكانوا ينتظرون من كل نائب يدخل إلى قاعة البرلمان لكي يصل عددهم إلى 165 ويختارون رئيس ونواب. وسمعنا من الإعلام أنهم حتى كانوا مختارين الرئيس والنائبين ولكن لم يتحقق النصاب. بس أسألها، خلي تجاوبني ليش ما قدروا، إذا كان نفس الأشخاص الذين هم دخلوا القاعة وكانوا 173 أو حتى 71، وإحنا فقط نحتاج إلى 165، حتى لو كان هناك يعني رجوع لبعض السادة النواب عن رأيهم، لكن 165 عن 163 يعني معناها عدد 8 نواب مو قليل يعني. بس اسأليها. نعم. سؤال لست عواطف، تقول ليش الجلسة يوم السبت ما تحققت بسبب انه يعني اذا انتم حاصلين 171 يعني صوت، ليش ما عقدتوا جلسة؟ وين النواب راحوا؟ حتى لو تغيب منهم يعني 10 20 لكن يبقى النصاب كامل. نعم. اليوم يعني هاي ست نجيبة تعرف حق المعرفة أن هناك تهديد من النواب، وبالذات يعني مسعود برزاني هدد، بس خلينا نكملش، هدد النواب بالقتل ولم يحضروا إلى جلسة السبت. وأيضا أحمد المشهداني وكان معه 10. لا نعم خلينا نكمل، خلينا ست هيفاء رجاء خلينا نكملش. مهددين بالقتل، وهي لا تستطيع أن تعلن للإعلام اليوم احنا هددنا نوابنا. ما ممكن واحد اليوم يهدد النواب ويقول أنا هددت النواب. احنا عندنا بالأدلة هناك تهديدات وهناك ضغوطات على السادة النواب، وخاصة من الإقليم، ومنعوهم إلى دخول الإقليم عند يعني تصويت على، وكانت لدينا أسماء ما أريد أذكرها لأنه احتراما لهذه الأسماء وقعت معنا وانسحبت. يعني اليوم احنا أحمد المشهداني مع 10 أشخاص، محمد تميم وصلاح الجبوري، ويعني اجوا يرجعون المحاصصة من جديد انه يردون رئاسة المجلس. لكن اريد اسال سؤال مواطن ست عواطف. بس خليني اوضح لك. نعم ست عواطف، خليني اسال سؤال مواطن عراقي. اكتمال النصاب. نعم
ست عواطف راح تردين ست نجيبه، لكن سؤال مواطن عراقي، يعني نحن نريد انتم جايين معتصمين حتى تقضون على المحاصصه، حتى تصلحون، حتى تسوون، انتم من تطلعون يعني تطلعون رئيس مجلس النواب السني، ايضا اختاريتوا من نفس المكون ايضا، وخليتوا يعني مو خليتوا ترشيح عام وكل من يرشح حتى نفتح، لكن رحتم على الاكراد جيبوا لنا واحد كردي حتى يصير النائب الثاني، رحتم على التحالف الوطني يجيبوا لنا واحد شيعي حتى يصير النائب الاول، رحتم على السنه جيبوا لنا واحد سني حتى يصير يعني رئيس البرلمان. شنو اللي تغير اذا يطلع سليم الجبوري ويجي ايضا من نفس الكتله؟ شنو اللي تغير؟ خليني اوضح لك. نعم ست هيفاء، احنا لو ماشيين بهذا الاتجاه كان الجلسه مالتنا نجحت. لو ماشيين بهذا الاتجاه انه تعال يا مكون سني جيب لي من عندك رئيس مجلس، لا هذا موجود والاسماء موجوده، جيب لي من عندك الاسماء طرحتوها موجوده. نعم. الاسماء اللي طرحتوها وطرحوها بعض النواب المعتصمين لم يصوت عليها ولم تكون هناك جلسة بسبب انسحاب بعض النواب، ولكن نعم. نرفض المحاصصة وليست مع المحاصصة، ونحن النواب المعتصمين من يقرر. ولو نعم. أردنا بهذا التقسيم الذي طرحتيه حضرتك لكانت الجلسة وانضافت نعم. إلينا الكتل السياسية نعم. التي كانت بس خلنا نكمل. الكتل كانت نعم. موجودة في داخل الكافيتيريا تنتظر إذا وافقنا على إعطائهم هذه المناصب لوصل العدد إلى 200 نائب، ولكن نحن كنواب معتصمون أما نحقق القضاء على المحاصصة نعم. والتغيير والإصلاح الشامل، أما وإلا تبقى الأمور هكذا، وخلي إحنا لا يكمل نعم. عددنا ونبقى إحنا ناقصين نعم. ومعتصمين، ونبقى نعم. ثلث البرلمان نعم. نعطل كل القوانين نعم. لا يمكن أن يمرر قانون إلا بموافقة نعم. المعارضة نعم. في داخل البرلمان. نعم. قبل ما تردين ست نجيبة حتى أنا راح أترك البرنامج ما دام نعم. يعني ست عواطف نعم. حقيقة أنا يعني ما أقدر أكمل البرنامج مع ليش التركي البرنامج؟ التي تتهم بدون إثباتات، وسنرفع عليك دعوة قضائية لأنك لا تعرفين ماذا تقولين حقيقة. يعني تقولين باتهامات تتهمين أتعلم من عندك، تعلمين على مسعود برزاني وعلمين على أسلوب نجيب نجيب ودفاعها وقتالها على مسعود برزاني وترك الأكراد وترك العراق، الأكراد بدون رواتب لمدة فشل الحكم طوال السنوات الماضية لم يقفوا معكم، تركوا نعم ست نجيبة ست نجيبة وليست مع نجيبة مع الشعب الكردي، ولا تكونين مع الصنم مسعود برزاني. رجاء ست نجيبة فكري بالشعب الكردي ولا تفكرين، فكري بالشعب الكردي، فكري بمصلحة الشعب العراقي. من غادرت السيدة نجيبة نجيب الحلقة بسبب اعتراضها على كلام السيدة النائبة عواطف نعمة. يا نجيبة نجيب، أتمنى منك مرة أن تقفين مع الشعب الكردي وليست مع الصنم مسعود برزاني. نعم.